بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي. نحييكم من ملعب الكابتن شرار حيدر الذي يحتضن هذه المواجهات المثيرة والتي تجمع صاحب الأرض كناريا العاصمة نادي الكرخ الجريح الذي يسعى من خلال مباراة اليوم أن يضمد جراحاته بعد الخسارة الماضية في مواجهة نادي القرمة صقور الغربية، الفريق الضعيف المنتشي بالنتائج الإيجابية في الجولات الماضية وقادم بالتعادل أمام الشرطة في الجولة الماضية، ويدخل هذا اللقاء لحساب الجولة 30 من منافسات دوري نجوم العراق هنا بملعب الراحل الكابتن شرار حيدر رحمة الله عليه، وكذلك صافرة حكم المباراة علي أحمد شاكر من تضبط هذا اللقاء، ويساعد الدولي كرار عباس العابي، سيدنا علي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع حامد علي، وهنالك بغرفة الفار الدولي محمد سلمان، وأيضا مساعد حكم الفار ياسر هاشم لهذا اللقاء. منذ أمس انطلقت هذه الجولة ولليوم الثاني، اليوم 5 مباريات تنطلق لهذا اليوم على بركة الله. تنطلق صافرة البداية من حكم اللقاء الكابتن علي أحمد شاكر، هو من يدير أحداث مباراة اليوم. يدخل نادي القرمة صاحب المركز السادس ب51 نقطة، بينما صاحب المركز الثامن نادي الكرخ صاحب ال45 نقطة. من خلال هذا اللقاء كل منهما يسعى لترتيب أوراقه والارتقاء بسلم الترتيب لمنافسات دوري نجوم العراق. انقطعت هنا الكرة بعد ما عدت هنا تشكيلة المدرب عصام حمد، الفريق الضيف القرمة باللون البرتقالي الحاضر هنا ضيفا بالعاصمة الحبيبة بغداد، بينما بالحراسة ليث ساجد، خط الدفاع المؤلف بالكرار عامر محمد الباقر كريم هولوفاق ومحمد حسن أبو حشيش، بخط الوسط علي محسن إبراهيم سعادة ولؤي العاني، أما في خط المقدمة جميل علي أحمدي وكذلك مؤمل عبد الرضا عمر متباس، بينما غياب اللاعب أيمن حسين عن مباراة اليوم انتقال لتشكيلة الحكيم أيمن الحكيم لكتيبة الكرخ صاحب الأرض. من خلال هذا اللقاء عدت الكرة بوسط الملعب بالحراسة اليوم جعفر شنيشل، جوزيف بافو ومصطفى محمد بخط الدفاع، مؤمن راشد، مجتبى صالح، بينما بخط الوسط حسين يونس وإليون فاي وحسين زياد، صهيب إراد، في خط المقدمة محمد خالد كوفي ويونس حمود. ها هي تشكيلة المدرب أيمن الحكيم لهذا اللقاء. هذا الدخول باللقطة الماضية من اللاعب إبراهيم سعادة مع اللاعب سين زياد باللقطة الماضية، وكان هنالك صافرة وخطأ من حكم المباراة. نعم، بالأمس انطلقت هذه الجولة في أولى المباريات التي تأجلت بسبب الألواء الجوية والطقس الجوي الذي حصل في محافظة ميسان هنالك بالعمارة. تأجلت مباراة نفط ميسان والنجف، بينما مباراة الميناء وأمانة بغداد التي انتهت لمصلحة الميناء ب4 أهداف مقابل لا شيء. واليوم انطلقت مباراتين بنفس التوقيت، الموصل والنفط التي انتهت بالتعادل سلبا، والشرطة والقاسمة التي انتهت لمصلحة الشرطة ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. بهذا التوقيت تنطلق 3 مباريات أحبتي، الكرخ هنا بمواجهة القرمة، والطلبة يواجه نوروز، وكذلك الزوراء بمواجهة ديالى. نظرات للمدرب أيمن الحكيم بتوجيهاته من المدرج للاعبي نادي الكرخ من خلال هذا اللقاء. نعم، من المدرجات أيمن الحكيم اليوم توجيهاته لكونه أيضا المدرب طرد في المباراة السابقة، وهو اليوم نعم يبدأ التوجيه من المدرجات. مدرب الكرخ السوري الكابتن أيمن الحكيم من خلال هذا اللقاء. وهنا الكرة الثابتة، فخسر الكرخ نعم بمباراة الماضية أمام الزوراء ب3 أهداف مقابل لا شيء. نشاهد ونتابع أحبتي من خلال مباراة اليوم. نادي الكرخ يسعى من أجل أن يحقق 3 نقاط من خلال هذا اللقاء، بينما نادي القرمة الذي يريد أيضا التقدم في هذه المباراة. وشاهدنا التغيير والتبديل المبكر، خروج جميل اليحمدي غادر أرضية ملعب المباراة نعم بالإصابة،
ونتابع الآن. هنالك لؤي العاني، هذه عدت هنا بمحاولة بعد ما مضت، بعد ما غادر اللاعب جميل اليحمدي، وهذه الكرة التي عدت وصلت هنالك بالتقدم واشراك اللاعب عبد الاله فيصل بدلا من اللاعب جميل. هذه عدت الان بنقلة مستمرة والتقدم بمحاولة هنا المرور لكن تنقطع مرة اخرى. التقدم الان لمصلحة نادي القرمة لصقور الغربية، يحاولون التقدم مرة اخرى هنالك بنقلة لا زالت مستمرة عند كابتن الفريق بتصويبة من علي، عادت مرة اخرى. شاهد هنا المحاولة ولا زالت الكرة عند اللاعب هنالك مهمل لا بالمحاولة من البتيل عبد الاله فيصل من اللقطة الماضية، وحاول التقدم اللاعب الذي اشترك للتو بدلا من اللاعب جميل اليحمدي الذي ترك ارضية ملعب المباراة في الوقت المبكر على هذه المباراة. سلامة اللاعب، السلامة. لا نتمنى ان نشاهد الاصابات تحدث بهذه المباراة لكون الفريقين اليوم يسعون لخطف النقاط الثلاثة، سواء كانت لنادي الكرخ الفريق الذي يعاني في الجولات الماضية. نعم خسر مباراته في الجولة الماضية نادي الكرخ امام الزوراء ب3 أهداف مقابل لا شيء لحساب الجولة 29، وكذلك في الجولة 28 خسر من نادي ديالى بهدفين دون رد، وتعادل في مباراته في الجولة 27 امام نوروز سلبا من دون اهداف، بينما في الجولة 26 تغلب على نادي الموصل بهدفين مقابل هدف، ويفتقد الانتصارات منذ 3 جولات. هل يحقق نتيجة إيجابية من خلال مباراة اليوم؟ بينما نشاهد بالطرف الآخر نادي القرمة الفريق الذي تعادل في مباراته في الجولة الماضية أمام الشرطة بهدف مقابل هدف، وأيضا قبلها في مباراة الجولة 28 تغلب على النجف بثلاثية، وفي الجولة 27 تغلب على نادي تهوك بثلاثية، وتعادل في الجولة 26 أمام نادي الزوراء سلبا من دون أهداف. إذن في آخر 4 جولات هذا من فاز بمباراتين وتعادل بمباراة، والآخر خسر مباراتين وتعادل في مباراة، واليوم هنا الجولة الخامسة. نعم بالنسبة على صعيد التعادلات والانتصارات لآخر 5 جولات الفريقين لعبوها في دوري نجوم العراق، واليوم يلعبون الجولة 30 من منافسات دوري نجوم العراق. هنا انتشار واضح، كرة بوسط الملعب، نقلة من إبراهيم سعادة عادت بوسط الملعب، هولو فاير عادت لكرار عامر، كرار عامر القادم من الطلبة لعب الشرطة والنجف، النصر هذه تعود والطلبة، لكن هنالك بنقلة كرار عامر يعيد الكرة لمحمد أبو حشيش، التقدم من محمد عادت لمحمد الباقر، ولا زالت الكرة بمنتصف ملعب المباراة لنادي القرمة من محمد الباقر كريم، نقلة من كرار عامر طويلة عدت التقدم لا زالت مستمرة. هنا المرور، هنا العبور، والكرة طالت إلى خارج أرضية الملعب. يا عمر متباس باللقطة الماضية، هذا اللاعب الشاب الذي يمثل نادي الجولان، نظرت لي المدرب عصام حمد، عصام حمد مدرب نادي القرمة، الكابتن عصام حمد. نعم نادي القرمة هذا الموسم، وكذلك المدرب عصام حمد هو كثالث مدرب يقود القرمة بهذا الموسم، احمد خلف وانطونيو كازولا الاسباني، ومن ثم عصام حمد الذي قاد الفريق في مباراة اربيل والتي خسر يومها في 3 أهداف مقابل هدفين، بينما قاد الفريق ب9 مباريات. فاز ب4 مباريات مع القرمة، وخسر مباراة واحدة، وتعادل ب4 مباريات. إذن المباراة العاشرة لعصام حمد مع نادي القرمة، هل يحقق انتصار آخر أم سيكون تعادل أو تسلب النقاط ال3 تذهب لصاحب الأرض نادي الكرخ كنار العاصمة، يريد أن يغرد بأرضه اليوم بهذه المباراة من أجل تحقيق 3 نقاط من خلال هذا اللقاء. نتابع نشاهد أحبتي هنا الكرة الثابتة الركنية على التنفيذ، لؤي العاني، لؤي العاني هو على التنفيذ الآن لهذه الركنية لمصلحة صقور الغربية. كرة بالراس ويأتي الإبعاد تتخلص، هنالك بنقلة عادت عند لؤي العاني من لؤي والتراجع من مجتبى، لكن تعود للؤي مرة أخرى. شاهد هنا المحاولة
بالاستمرارية بالتقدم والعبور، لا زالت هنالك بالمرور التقدم، تنقطع عبد الإله، عدت الكرة سريعة انقطعت هنالك مرة أخرى. علي محسن حاول والكرة عدت إبراهيم وتمشي الكرة عند اللاعب يونس حمود، حاول التقدم لصهيب رعد ويونس يتقدم، يونس مر، يونس يشغل دفاعات القرمة ويحاول التقدم. هنالك حسين زياد مر بالكرة، يا حسين يا زياد وين يا حسين، وصافرة حكم المباراة علي أحمد شاكر يطلق صافرته. هنالك عرقلة كانت للاعب حسين يونس باللقطة الماضية وخطأ. صافرة حكم المباراة كان قريب، ومن الحكام نعم المتواجدين دائما بالقرب من الحالات التي تحدث في الحالات التحكيمية. شاهد نعم المسافة ومتابعة حكم المباراة، كان يقف مباشرة خلف اللاعبين إبراهيم سعادة وحسين زياد باللقطة الماضية. علي أحمد شاكر واحد من حكامنا المميزين، بكالوريوس تربية رياضية من البصرة، وكذلك من عائلة تحكيمية ترعرع وسط هذه البيئة الرياضية التحكيمية. نجد الحكم السابق أحمد شاكر وكذلك شقيق الحكم محمد أحمد شاكر، واحد من حكامنا المميزين، يضبط هذا اللقاء لإدارة مباراة اليوم. لقاء يجمع صقور الغربية وكناري العاصمة. هل تحلق الصقور عاليا في هذه المباراة أم ستغرد نعم هنا طير الكناري بهذا اللقاء؟ وهنالك كلام من اللاعب كرار عامر، تراجع يا كرار، دعك من الكلام يا كرار، فالقرار قرار لحكم المباراة، وكان هو خلف الحالة مباشرة وأعطى قرار يا كرار. لا نريد أن نرى هذه الأمور يا كرار حتى لا تعيق سير المباراة، حتى لا نشاهد البطاقات الملونة في المباراة يا كرار. خطأ الآن لمصلحة نادي الكرخ. يونس غني على التنفيذ بالفانيلة رقم 24 من يونس غني، تنفذ الكرة بأحضان الحارس ليث ساجد. يتألق ليث، يا ليث هو من يحمي عرين الصقور الغربية نعم بهذه المباراة وبالتصدي. شاهد ليث كان متواجد ليعانق الكرة الماضية التي سددها اللاعب نعم يونس غني. لا شيء للقرمة ولا شيء للكرخ حتى الآن. نتابع هذا اللاعب هو نعم عبد الإله فيصل. تابع الآن توجيهات المدرب الكابتن عصام حمد. هذه تلعب وبنقلة طالت هنالك حتى غادرت أرضية الملعب. لا زالت الأمور مستمرة أحبتي. مضت هنالك بمحاولة أخرى بعد الإبعاد، عادت بمنتصف ملعب المباراة، عدت ولا زالت المباراة مستمرة. هنا التقدم عند اللاعب من يحاول عبد الإله، عبد الإله فيصل تقدم ولؤي العالي عد بالكرة، لؤي انقطعت مرة أخرى وإلى خارج أرضية الملعب. إبعاد والكرة تنقطع من لؤي وتغادر أرضية ملعب المباراة. نتابع نشاهد من يفتتح التسجيل. هذه اللقطة للكرة الماضية بعد اشتراك اللاعب مشتبه مع اللاعب لؤي العاني باللقطة الماضية. عادت الآن هنا التقدم، هنا تصل مرة أخرى، ترقب، عادت مرة أخرى هنالك بوسط ملعب المباراة. الكرة عند اللاعب محمد أبو حشيش، يعود بالكرة التقدم من محمد أبو حشيش، محاولة لا زالت مستمرة، عدت، هذه وصلت، هنالك أخرى، كل شيء مستمر بندية هذا اللقاء. تعود، وصلت هنالك بتمريرة، عادت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. حتى هذه اللحظات كل شيء يمضي بمباراة اليوم. هنا من يسعى للوصول وتسجيل هدف أول، لكن الهدف الأول لا زال غائبا عن أحداث المباراة، عن معطيات هذا اللقاء. من ينجح بالوصول وتسجيل الهدف الأول؟ من يزور الشباك أولا؟ هل الفريق الضيف نادي القرمة الذي يقدم معطيات مثيرة هذا الموسم أمام الكرخ، الفريق الذي بدأ بداية رائعة في دوري نجوم العراق، وحتى نهاية المرحلة الأولى من الدوري حصلت بعض الإخفاقات في المرحلة الثانية، لكن يسعى دائما بأن يكون في المراكز المتقدمة، وكذلك بأن يكون مع المدرب
أيمن الحكيم بنتائج مرضية، نتائج إيجابية. هذه بعد ما عدت الكرة وصلت، هنا تأتي نقلة والعرضية، هذه تعود بوسط ملعب المباراة. شاهد عند كابتن الفريق، هنالك من يونس غني حتى وصلت عند اللاعب إليون فاي يلعبها. التقدم تتهيأ من حسين يونس بتصويبه لكنها سهلة، وصلت إلى ليث ماجد. حتى الآن أداء الفريقين كرات تصل بسهولة إلى مرمى الحراس، لن نشاهد بتلك الخطورة التي ممكن أن نقول كانت تهدد. هذه نقلة اللاعب إليون فاي التي وصلت لمرمى الحارس ليث ساجد، والتعادل لا زال مستمر بالراس. هنالك من لؤي العاني حتى عادت بالراس يا لؤي العاني عند اللاعب هلو فائق الذي لعب لأربيل، وانتقل من أربيل من القلعة الصفراء إلى صقور الغربية بهذا الاشتراك ما بين اللاعب إليون فاي، وهذا الدخول كان أيضا باللقطة الماضية ما بين حسين زياد وعلي محسن. لازلنا نتابع مع صافرة حكم المباراة للاطمئنان على سلامة اللاعب. أولا السلامة للاعب علي محسن، علي الذي سقط أرضا. علي لاعب للزوراء والقوة الجوية والكهرباء، واحد من اللاعبين المميزين في دوري نجوم العراق. نظرات للمدرب عصام حمد، تاريخ كبير ومشرف لعصام حمد، وكذلك من المدرج الكابتن أيمن الحكيم. الموسم الماضي درب نادي القاسم، واليوم من المدرج أيمن الحكيم يعطي توجيهات للاعبي نادي الكرخ. ذكرنا كتيبة عصام حمد في الجولة الماضية تعادل أمام الشرطة بهدف لمثل هذا الموسم. حتى الآن هو حقق 14 انتصار وتعادل ب9 مباريات بينما خسر 6 مباريات. أيضا سجل 42 هدف بينما استقبل الشباكة 21 هدف وبرصيد 51 نقطة. بينما في الطرف الآخر نادي الكرخ، الفريق الذي يحتل المركز الثامن بسلم الترتيب، بآخر مباراة خسر أمام الزوراء ب3 أهداف دون رد، وكذلك حتى الجولة 29 هو حقق 12 انتصار و9 تعادلات بينما خسر ب8 مباريات. سجل 35 هدف بينما استقبل الشباكة 30 هدف وبرصيد 45 نقطة. السلامة لعلي محسن لا زال يشكو من إصابة. هذه الجماهير المتواجدة بهذا اللقاء مساندة والمباراة مستمرة. هذه القطة الجميلة دخلت إلى أرضية الملعب، نعم. السلامة للاعب علي محسن. علي يشرح للمعالج يقول كان هنالك تدخل، لكننا لازلنا نتابع مع صافرة حكم المباراة، والخطأ احتسب باللقطة الماضية للاعب علي محسن. السلامة لعلي محسن. لا نتمنى أن نشاهد هذه التدخلات القوية التي من الممكن لا سامح الله أن تؤثر على سلامة اللاعبين. والكرة تصل هنالك ملعوبة من اللاعب هلو فائق يلعبها بكرار عامر محمد أبو حشيش، نقلة من إبراهيم سعادة من محمد ارتدت وغادرت أرضية الملعب. صهيب رعد باللقطة الماضية، تبعد من صهيب إلى خارج أرضية الملعب. اللقاء مستمر والتعادل مستمر، كفة بكفة المباراة، لا شيء للكرخ ولا شيء للقرمة، والمحاولة وصلت، ولكن هنالك اليون فاي حاولت التقدم لكن انقطعت وأبعدت يا لؤي العاني باللقطة الماضية. هذه وصلت الآن والكرة تعود بالراس، لكن الإبعاد حاضر كالعادة يونس غني، وهنا صافرة وخطأ. سلامة اللاعب، سقوط أحد لاعبي الكرخ، نعم مؤمل راشد الذي لعب لنادي القاسم وانتقل لصفوف الكرخ، واحد من اللاعبين المميزين مؤمل. نتابع أحبتي، نشاهد. هذه بعد ما نعم سقط اللاعب مؤمل راشد، والخطأ لمصلحة نادي الكرخ. ملعوبة الكرة، عدت الآن التقدم. هنا الكرة وصلت، تنقطع بتمريرة من إبراهيم السعادة إلى أن وصلت مرة أخرى عند اللاعب عبد الإله غازي فيصل باللقطة الماضية. عبد الإله غازي فيصل بتلك الكرة التي عدت ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظات بهذا التقدم. الكرة بمنتصف ملعب المباراة، تعود تنقطع لمصلحة نادي الكرخ. يحاولون الوصول من أجل أن يسجل أول أهداف اللقاء، لكن هنا عند مجتبى
مجتبى يحاول مجتبى صالح تنقطع، ويونس غني يلعبها يونس باتجاه اللاعب حسين زياد. حسين زياد من الجهة اليسرى تلعب الكرة من حسين زياد ولكن تنقطع من دفاعات القرمة ولا زالت مستمرة. علي يلعبها من علي بوسط ملعب المباراة. التقدم هنا، المرور هنا، العبور عند لؤي، لكن هنالك بنقلة لا قطعت ابراهيم. تلعب يا ابراهيم والكرة تعود من ابراهيم حتى وصلت الى لؤي العاني، وبعد ذلك طالت على اللاعب عمر متباس والى خارج ارضية الملعب. غادرت ارضية الملعب بعد اشتراك اللاعب إليون فاي السنغالي، تدخل وابعد الكرة الماضية الى خارج ارضية الملعب. هلو فائق يلعبها وعمر يحاول من عمر الى هلو فائق. هذا لؤي العاني والكرة عادت. علي محسن نقله تغيير مسار الكرة للجهة الاخرى عند اللاعب محمد ابو حشيش. تقدم من ابو حشيش ولا زالت الخطورة مستمرة، وخطأ هنا، الخطأ بعد التدخل باللقطة الماضية. السلامة، نعم، اشتراك بالكرة الماضية محمد الباقر، او هنالك عفوا باللقطة الماضية مؤمل عبد الرضا برقم 22 الذي لعب الاستقلال والطلبة وأمانتي بغداد وزوراء، واحد من اللاعبين المميزين. هذا هو مؤمل، ونعم يبرر حسين باللقطة الماضية، لكن حكم المباراة كذلك كالعادة قريب من الحالات. ابتسامة حكم اللقاء علي أحمد شاكر، حكمنا الشاب من الطاقات الشبابية المميزة التي تدير لقاءات دوري نجوم العراق. هذه وصلت هنالك بمحاولة أخرى حتى عادت مؤمل يحاول التقدم الآن، تأتي بفرصة لكنها انقطعت وعادت لمصلحة الكرخيون. يحاولون التقدم ممكن الآن بهذا العبور لكنها لن تصل، وبل وصلت إلى الحارس. الكرة بالوسط عند اللاعب إبراهيم سعادة، بين إبراهيم عادت بوسط الملعب. علي محسن ما بين إبراهيم وهلو فاق، تغيير مسار الكرة هناك باتجاه محمد ابو حشيش، تنقطع. يونس غني تقدم لها صهيب رعد باتجاه يونس، يمر الكرة الى يونس حمود. يونس حمود عدى حمود، بر حمود محاصر بثلاثة لاعبين. صعبة يا يونس حمود، كانت صعبة الكرة الماضية على اللاعب يونس حمود، وتعود الان، تعود خطيرة لمصلحة الكرخ. بهكذا تمريرات رائعة يحاولون الوصول فيها الى مرمى الحارس الليث ساجد. بتلك التمريرات الرائعة عادت الآن ندية المباراة مثيرة، تبادل الهجمات ما بين الكرخ والقرمة. هنا الكرة تنقطع بعد ما عادت وبعد ما وصلت إلى اللاعب مجتبى، لكن بنقلة تنقطع بوسط ملعب المباراة. التقدم لا زال حتى الآن من يونس هنالك بوسط ملعب المباراة. دوران تراجع، لكن هنا الخطأ، خطأ باللقطة الماضية. عمر متشباس بعد التدخل بالكرة الماضية. محمد خالد كوفي بتحركاته وسرعة وأداء اللاعب يونس حمود، هل ينجح بالوصول هداف الفريق وأن يسجل الأهداف لنادي الكرخ من خلال هذا المباراة؟ غاب في الجولات الماضية بسبب الإصابة، واليوم كذلك يعود يونس حمود من أجل الوصول وزيارة الشباك. هذه كرة بنقلة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. لازلنا نتابع، لازلنا نشاهد من يفتتح التسجيل. توجيهات للكابتن زاهر ميداني اليوم، المدرب المساعد الكابتن زاهر ميداني بتوجيهاته حل مكان الكابتن أيمن الحكيم المتواجد هنالك في المدرج. والكرة تلعب الآن بنقلة ركنية والراسية عدت ووصلت، وهنا حسين زياد وتألق من ليث ساجد باللقطة الماضية. ليث تألق، شاهد هنا المرور، هنا العرضية، وهنا الرأسية. اللاعب يونس حمود جاء من الخلف حسين زياد، ولكن ليث كان متواجد كالليث، نعم، بهذه القفزة وينقذ مرمى فريقه ويخطف الكرة من أمام اللاعب حسين زياد باللقطة الماضية. شاهد حتى هذه اللحظات فالتعادل لا زال مستمر ما بين الفريقين. وبعد الكرة التي وصلت هنا بمحاولة بالوسط، من ينجح ويتقدم بتسجيل هدف أول في المباراة؟
هل يفعلها نادي القرمة ويزور الشباك أولا أم يونس حمود هو من يفعلها ونعم يعطي واجب الضيافة للفريق القرماوي، لكن بعد ما عدت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية الملعب في اللقطة الماضية، وبطاقة صفراء تشهر من حكم المباراة هذه المرة على اللاعب علي محسن. تلقى البطاقة الصفراء، بطاقة على اللاعب علي محسن باللقطة الماضية. لا نريد أن نشاهد البطاقات الملونة تتكرر في المباراة حتى لا تكون هنالك بطاقة حمراء. يطلب استمرارية اللعب. حذار يا علي. نلعب في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول. أحبتي متابعي ومشاهدي أجواء هذه المباراة ومتعة هذا اللقاء بعد هذا الارتقاء ما بين اللاعب كوفي وعلي محسن بهذه اللقطة، والبطاقة الصفراء كانت باللقطة الماضية. الكلام مرفوض يا شباب، هذا شيء لا نتمنى أن يتكرر. نعم توتر الأعصاب هذا يشد من المباراة. مؤمل هنا الجماهير المتواجدة الحاضرة من القرمة المساندة لنادي القرمة من خلال هذا اللقاء لصقور الغربية. وعدت الكرة بنقلة سريعة ولا زالت هنا مستمرة. التقدم من محمد الباقر يحاول المرور. محمد الباقر كريم، لكن الابعاد كان حاضر باللقطة الماضية من اللاعب جوزيف بافو. ابعدها جوزيف السويدي جوزيف بافو، ابعد الكرة الماضية. هلوفاق يلعبها من هيلو لؤي العاني، وهلو ياتي من الخلف لكنها اصطدمت واصطدت بحسين زياد وغادرت ارضية الملعب. كرة غادرت ارضية ملعب المباراة. تبادل الهجمات بلحظة واخرى، محاولات سريعة وكرات ثابتة. هل ينجحون القرمة من خلال الكرات الثابتة بعد الوصول لأكثر من مرة لكن لن يزور الشباك؟ فهل ينجحون من خلال الكرات الثابتة وتكون زيارة الشباك عن طريق هذه الكرات الثابتة التي تنفذ؟ هنا بالراس عادت ونقلة كرار. هي الأمور والتقدم لا زال. هنا عبد الإله يلعبها يا عبد الإله غازي إلى خارج أرضية الملعب. طالت والكرة مرت وذهبت بعيدة بعد اللقطة الماضية. لا زلنا نتابع. هذا هلو فائق ولا زالت حتى هذه اللحظات مستمرة معطيات اللقاء بالتعادل من دون أهداف. لا شيء للكرخ ولا شيء للقرمة. التعادل هو المسيطر على أحداث المباراة حتى هذه اللحظات. إبراهيم سعادة وتترك هناك جعفر شنيش. يلا يا جعفر، تنفذ من جعفر شنيش الطويلة حتى هذه اللحظات، وبالراس يفرد فيها اللاعب يونس حمود. التقدم محاولة لكنها تصل والابعاد ياتي من ليث ساجد. هذا الارتقاء ابعاد من اللاعب إليون فاي وعادت بوسط الملعب. نقله مرة اخرى المتابعة مع اللاعب علي محسن. يلعبها هنالك علي ولا زالت الامور مستمره. عمر الى علي محسن تنقطع ولا زالت هنا بنقله باقدام اللاعب هلو فاق. يلعب هذه الكره من هلو حضاري، فالكره هنالك بتدخل. نعم سرعه اللاعب جوزيف تدخل وابعد الكره من امام الموهوب الخطير لؤي العاني باللقطه الماضيه. لؤي العاني الذي يشغل دفاعات الكرخ، وهنا بمحاوله شاهد متابعه لا زالت. حسين زياد يعيد الكره من حسين ونقله محمد الباقر تنقطع وتنقل هنا محمد ابو حشيش. من محمد ابو حشيش ينتظر يمرر هذه الكره بالوسط. ابراهيم سعاده ما بين سعاده وابو حشيش. ابو حشيش يعيد الكره مره اخرى. كرار عامر من كرار عامر يلعبها بالوسط والتقدم عمر بتشباس. عادت الكره يا عمر والكره بالوسط هنا بنقله من محمد محسن لؤي. تقدم لؤي. العاني مر العاني بتمريره باتجاه هلوفاق والى خارج ارضيه الملعب. طالت على اللاعب هلوفاق باللقطه الماضيه. الكره غادرت ارضيه ملعب المباراه. طالت. نعم نقلات رائعه، جمل تكتيكيه جميله بالنسبه لنادي القرمه بهذه المحاولات. يحاولون الوصول والتقدم من اجل زياره الشباك، لكن دائما ما تجد المنظومه الدفاعيه لنادي الكرخ
تعمل بسلاسة من أجل التغطية الدفاعية وإبعاد وتشتيت كل المحاولات ومنعها من الوصول إلى مرمى الحارس جعفر شنيشل. بينما الاعتماد هنالك في الخط الأمامي بالضغط على دفاعات القرمة والاعتماد على مهارة اللاعب حسين نعم زياد، وكذلك اللاعب صهيب رعد ومحمد كوفي ويونس حمود، بينما من يقف خلفهم بتمرير تلك الكرات وإيصالها بسلاسة وذكاء من اللاعب يونس غني. مليون فاي الوسط المدافع بعد ما اصطدت الكرة باللاعب لؤي العاني. السلامة يا لؤي، سلامة اللاعب لؤي العاني. تابع ملعوب الكرة والتقدم، هنا المحاولة المرور. حسين يحاول من يونس حمود لكن عادت يا حمود وتعود مرة أخرى. هنالك الراية كانت حاضرة من المساعد باللقطة الماضية، راية الحكم المساعد باللقطة الماضية. هذه الإعادة، يونس حمود كان متسلل في اللقطة الماضية وكانت أيضا الراية حاضرة. هذه بعد ما وصلت هناك نقلة عند اللاعب علي محسن، يلعبها من علي لمؤمل. مؤمل لف ودار بالكرة، مؤمل تقدم، مؤمل يلعب الكرة ابو حشيش ومؤمل لا زال التقدم. هنا التصويب ممكن ان تكون من محمد ابو حشيش، هل يهيئ الكرة الى مؤمل ام تعود من لؤي العاني؟ نقلة وبالراس ابعدت حتى عادت، لا زالت الخطورة في تصويب قوية الى خارج ارضية الملعب. سدد بقوة من مكان بعيد ابراهيم سعادة، وباللقطة الماضية ما فعله اللاعب ابو حشيش شيء رائع ومثير. تقدم واخذ مكان المهاجمين. شاهد ابو حشيش اشغل الدفاعات، ابو حشيش حاول. وهنا بعد ما تهيأت الكرة من اللاعب لؤي العاني ولكن ارتدت من المدافع بالمؤمل راشد. نعم جاء من الخلف ابراهيم سعادة ومتمركز بمكان سليم، سدد بقوة لكنها احتلت العارضة وغادرت ارضية الملعب. الكرة بعد ما غادرت مؤمل عادت الآن، لكن هنالك صافرة من حكم المباراة. كلام بهذه اللحظات ما بين اللاعب مصطفى محمد اللقطة الماضية وحكم المباراة. مصطفى الذي لعب لنفط البصرة وانتقل للكرخ. الركنية الآن لمصلحة نادي القرمة بالدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول. أحبتي لازلنا نتابع وننتظر من يفتتح التسجيل أولا، هل الضيف القرمة؟ فهل ستحلق صقور الغربية ونعم تخطف نقاط المباراة أم الكناري يبقى متألقا بألحانه الجميلة وتغريداته الرائعة؟ وابعدت الكرة الماضية لكن بعد تألق الحارس جعفر شنيشل. السلامة تلعب الآن كرة طويلة لعبت لكن جعفر يشكو الآن بعد هذه الكرة التي نفذت من العاني. وبهذا الاشتراك سقط الحارس جعفر شنيشل. سلامة لجعفر. هذا الارتقاء كان لجعفر، على ما يبدو كان هنالك التواء في قدم الحارس جعفر في اللقطة الماضية. كلام مع حكم المباراة. أحبتي لا زالت الأمور مستمرة. الكرخ يريدها أولا من أجل تسجيل هدف وخطف النقاط الثلاثة، والضيف يسعى لتحقيق أيضا انتصار خارج الديار من خلال مباراة اليوم. نتابع نشاهد بعد ما مضت إلى خارج أرضية الملعب. كل شيء ممكن وكل شيء وارد في مجريات الشوط الأول. لازال ما تطمح من أجل الوصول والتقدم من أجل تسجيل الأهداف. هذه انقطعت، عادت انتشار نقلة هولوفاق بأسلوب كرة طويلة وبالراس. عادت هنالك من محمد مصطفى تلعب والتقدم. حسين زياد يحاول الآن زيادة العددية بالجهة الأخرى باتجاه محمد، لكن وين لن تصل إلى محمد بل وصلت أسرع إلى أحضان وعند يدي الحارس الليث ساجد. هذه تلعب كرار عامر، التقدم من كرار يلعبها لمحمد، وهنا المرور بوسط ملعب المباراة. إبراهيم سعادة ملعوبة الكرة إبراهيم
الى مؤمل وانقطعت من مؤمل. هذا يونس غني من يونس غني، هو ماشي بالكرة. يونس غني اللي باتجاه صهيب رعد، ولكن كرار عامر يحاول منع الطريق. هنا المرور، هنا المحاولة، هنا الخطورة، والكرة انقطعت حتى عادت بهجمة الآن لمصلحة نادي نعم القرمة. من القرمة أمام الكناري حاول، لكن هنالك إليون فاي يحاول أن يقطع الطريق على اللاعب لوي العاني، وهنالك نعم سقوط اللاعب، لكن عادت من صيب التقدم وسقوط احد اللاعبين، بينما المحاوله مستمره لا وجود لشيء، والتقدم من اللاعب يونس حمود، والكره لا زالت باقدام. عادت مره اخرى لمصلحه نادي القرمه. محمد ابو حشيش يعيد الكره الان بين محمد ابو حشيش لمحمد الباقر، ملعوبه عند اللاعب محمد محسن، وتصل ابراهيم سعاده. مؤمل عبد الرضا من مؤمل لمحمد الباقر كريم. محمد الباقر بهذه اللحظات يلعبها هلوفاق من هلوفاق، عادت مرة أخرى محمد الباقر بالوسط، وهنالك عند كرار عامر انتشار واضح بهذا التقدم. نقلة سريعة لا زالت عمر متباس يحاول من عمر إلى مؤمل عبد الرضا. مؤمل تقدم، مؤمل سدد بقوة. الله الله الله، مؤمل يسدد بقوة، وجعفر شنيشل يتألق بالابعاد بالانقاذ لمرمى فريقه بتصدي وابعاد بقبضة اليد لتسديدة قوية كانت من اللاعب مؤمل. نعم يقتربون، يحاولون، يريدون الوصول لتسجيل اول اهداف المباراة. تابع الان، شاهد الخطورة مستمرة. هلوفاق على التنفيذ، الركنية لنادي القرمة تنفذ من هلوفاق. هنا الارتقاء بالراس، جوزيف ابعتها وعادت من محمد مصطفى، نقله من صهيب وعادت مره اخرى. الخطوره لا زالت، حسين زياد تدخل، وهذا عبد الاله غازي. هلوفاق لا زالت الخطوره مره اخرى، تتهيأ مؤمل تصويبه. الله الله، هذا التصدي روعه يا جعفر شنيشل، يتألق وكأنه يتحدى يا مؤمل عبد الرضا، ويقول خلاص يا مؤمل فالامل مقطوع امامي، لن تحاول ولا تحاول. بعد هذه النقلة من ابراهيم سعادة الى مؤمل، والثانية من مؤمل عبد الرضا، ويظهر ابداع الحارس جعفر شنيشل بتألقه وتصدياته. براعة هذا الحارس تحرم القرمة من الوصول. الاكثر خطورة للامانة حتى الان القرمة بمحاولاتهم، بوصولهم، بانتشارهم، بتسديداتهم، والكرة عادت مرة اخرى. الخطورة مستمرة حتى هذه اللحظات. فشاهد ابراهيم سعادة بهذا الانتشار، وصلت من ابراهيم لعلي محسن. علي محسن يحاول التقدم، نقله سريعه الان انقطعت. محمد مصطفى يلعبها محمد يا مصطفى، وتعود مرة أخرى. هذا عند إبراهيم سعادة يلعبها، انقطعت وعادت مرة أخرى. هلوفاق لإبراهيم، إبراهيم سعادة تعود عند اللاعب عبد الإله. هلوفاق لإبراهيم سعادة، نقلة باتجاه عبد الإله غازي، لكن هنا من يتدخل، هنا من يريد أن يقطع طريق مجتبى. عدت يونس يحاول الآن، يونس غني مع علي محسن، نقلة باتجاه اللاعب هلوفاق. هل يستطيع اللحاق بالكرة؟ لكنها مضت وغادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية ملعب المباراة. حتى هذه اللحظات لازلنا نتابع، لازلنا أحبتي نشاهد بعد ما عدت الكرة الماضية في ذلك الانتشار، وبهذه نعم الإعادة لهذه التسديدة. شاهد كيف تألق الحارس لتصويبة قوية كانت من اللاعب مؤمل عبد الرضا، أبدع فيها جعفر شنيشل وأنقذ مرمى فريقه من هدف محقق. والثانية كانت أيضا أجمل، هذه بعد ما غادرت أرضية الملعب. مستمرة بندية هذا اللقاء، شوط أول، شوط مثير حتى هذه اللحظات، حتى الدقيقة 38 من مجريات هذا اللقاء، ولا زلنا نتابع أيها الأحبة الأكارم. لا شيء للقرمة ولا شيء للكرخ. هنا الخطورة لا زالت. هذا يونس حمود، يونس عدى من يونس حمود إلى حسين زياد. حسين زياد هل يزيد بالمهارة؟ حسين زياد يحاول أن يعدي من حسين، لكن وين يا حسين؟ وين يا حسين؟ غادرت أرضية الملعب يا حسين. الكرة طالت يا حسين إلى خارج أرضية الملعب، طالت يا حسين زياد. وهذا مجتبى صالح. نتابع
جانبية لنادي القرمة وتصل مرة أخرى. مجتبى، تدخل من مجتبى يلعبها هناك بالوسط. محمد لا، عمر عدى، متباس تقدم، لكن اليون فايد ومجتبى صالح، والخطأ بوسط الملعب، خطأ لمصلحة اللاعب عمر متباس باللقطة الماضية. خطأ الآن، هذه تنفذ لمصلحة نادي القرمة هنا للصقور الغربية، والمرور مؤمل تأتي العرضية، الكرة وصلت إلى الحارس جعفر شنيشي، تدخل هنالك خطأ وصافرة حكم المباراة. سلامة لجعفر، سلامة يا جعفر، لكن صافرة حكم المباراة. وهيلو فائق باللقطة الماضية بعد هذا نعم التقدم، بعد ما خطف الكرة اللاعب جعفر، لكن كان الدخول من اللاعب بالفعل عبد الإله غازي فيصل باللقطة الماضية. جعفر شنيشل لا شيء لنادي القرمة ولا شيء لنادي الكرخ، التعادل مهيمن على أحداث اللقاء بهذه المباراة حتى الدقيقة 40 من مجريات الشوط الأول، من خلال مباراة اليوم بصراع ممتع، بصراع مثير ما بين الفريقين. هذه الكرة بعد أن وصلت، بعد ما عدت هنالك بمحاولة مستمرة التقدم، نعم في لقاء الذهاب الذي انتهى بهدف لمثل ما بين الفريقين. وهذه المواجهة الرابعة التي تجمع الكرخ والقرمة من خلال هذا اللقاء الرابع. هذه كرة عادت هنالك بمحاولة استمرت وعدت. اللقاء الذي جمع الكرخ والقرمة في موسم 2025-24 والذي انتهى لفوز القرمة بهدف مقابل لا شيء، بينما أيضا في مباراة الإياب التي انتهت بفوز القرمة على الكرخ. إذا فوز للقرمة وفوز للكرخ، ومباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل ما بين الفريقين، يوم سجل لنادي الكرخ رسول أحمد، ولينكو الذي سجل أيضا لنادي القرمة بتلك المباراة. إذا لقاء الإياب من المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق ولحساب الجولة 30 من منافسات دوري نجوم العراق، التعادل سلبا من دون أهداف مستمر حتى هذه اللحظات. كرة بالوسط، كرار عامر يلعبها من كرار، نقلة عادت الآن، يا كرار تصل، وهنالك من كرار إلى محمد أبو حشيش، التقدم نقلة من علي، عادت مؤمل عبد الرضا يعيد الكرة إلى الحارس ليث ساجد، من ليث لمحمد الباقر، محمد الباقر يلعب هذه الكرة من محمد، وصلت عند اللاعب يونس غني إلى يونس حمود، حسين زياد مر بالكرة الآن إلى يونس يحاول التقدم والمرور، يونس غني عدى داخل منطقة العمليات، هنا من يونس حسين زياد تأتي العرضية، هناك المتابعة والرأسية، هي وصلت هي ولكن عند الحارس ليث يتألق كالعادة. نعم شوط أول، شوط الإبداع للحراس، شوط التميز للحراس، شوط التألق للحراس، شيء جميل. ترى جعفر شنيشي يتألق، وبالطرف الآخر ليث نعم يتألقون بإنقاذ مرمى فرقهم حتى هذه اللحظات. هنا المحاولة رغم صعوبة المباراة والمحاولات والهجمات بضغط اللاعبين على مرمى الفريقين، هنا من حاول وهناك من سعى وهنا من يطمح وهنا من يريد الوصول وتسجيل هدف، لكنهم لن يتمكنوا من زيارة الشباك. شباك الحارس ليث لا زالت نظيفة وشباك الحارس جعفر لا زالت نظيفة. سلامة الاثنين، سلامة يا عمر، سلامة يا مصطفى، سلامة اللاعبين بعد هذا الاشتراك ما بين اللاعب مؤمل راشد وعمر باللقطة الماضية. مصطفى نعم كان يشير لحاكم المباراة باللقطة الماضية. سلامة اللاعبين. نشاهد أحبتي، لازلنا نتابع التعادل سلبا من دون أهداف، لا شيء لكتيبة المدرب عصام حمد ولا شيء لكتيبة المدرب أيمن الحكيم. هذه الإعادة لهذه اللقطة، شاهد ماذا فعل اللاعب يونس غني، وهنا عرضية اللاعب سين زياد ورأسية اللاعب يونس حمود كادت بعد ما ارتطت بالأرض،
وهنا شاهد طيران وتألق الحارس ليث ساجد بهذا الإبداع، يتألق وينقذ مرمى فريقه. اللقطة الماضية وهذه الإعادة أيضا لتصويبة اللاعب مؤمل راشد، كيف تألق فيها الحارس جعفر شنيش بعد هذه التسديدة القوية التي وصلت بالمؤمل راشد، ولكن كان الطيران والإبداع من الحارس جعفر شنيشل بتألقه وإنقاذ مرمى فريقه. لا زالت المباراة مستمرة. عمر متباس والكلام هنا مع المدرب المساعد حتى هذه اللحظات نشاهد ملعوبة الكرة، نقلة للأمام، كرار بالراس أبعتها سيل قريب، ولكن هنالك عودة من الخلف صافرة وخطأ. تستمر إبراهيم سعادة، يحاول إبراهيم سعادة بأن يسعد جماهير القرمة. هذا لؤي العاني تراجع على الوسط ونقلة بالكرار عامر إلى لؤي العاني، لؤي العاني لكرار عامر، كرار بهذا الانتشار بهذا التقدم يلعبها للأمام بالكرار، وهنالك مؤمل إلى كرار مرة أخرى محمد أبو حشيش من كرار، وهنالك باتجاه اللاعب مؤمل عبد الرضا. مؤمل حاول أن يصل بالكرة إلى إبراهيم سعادة، سدد من هذا المكان إبراهيم سعادة، ولكن السعادة لا زالت غائبة عن هذه المباراة بالنسبة للقرمة وكذلك للكرخ. هوفاق نقلة عبد الاله غازي، تاتي العرضيه، هنا الارتقاء وراسيه اللاعب مؤمل راشد الى محمد بهذا المرور. صعيب رعد يلعب ليونس غني، يونس يحاول التقدم، يونس اللي يمر الكره ليونس حمود، لكن لا زال محاصر بثلاثه لاعبين، يعيد الكره لا صعب القطع، يونس يتوقف والكره هنا بهجمه مرتده من علي محسن تنقطع، ولكن هنالك بالراس عادت مره اخرى عند اللاعب مؤمل بنزعات الهجوميه مؤمل راشد، ولكن الكره غادرت ارضيه الملعب. دقيقتين كوقت اضافي، نلعب بهاتين الدقيقتين لنهاية أحداث الشوط الأول. شوط مثير، شوط رائع، تبادلت فيه الهجمات، تبادلت فيه الندية، المحاولات نعم كانت الهجمات واحدة للكرخ وتارة تعود لنادي القرمة، والمحاولات استمرت منذ اللحظات الأولى حتى هذه اللحظات في الوقت الإضافي، بينما الكرة عادت خطأ تلعب الآن سلامة لأبو حشيش وخطأ لمصلحة القرمة. قرماوي يريد الوصول والتقدم بعد هذا الدخول ما بين كوفي محمد خالد كوفي، بينما جاء من الخلف يونس حمود. عادت الكرة عند اللاعب، هنالك نقلة من لؤي العاني وصلت والابعاد ياتي من راس المجتبى، خلص الكرة الى خارج ارضية الملعب حتى عادت مرة اخرى، هذه المرة من عبد الاله الى هولوفان. علي محسن بوسط ملعب المباراة، من علي محسن لكرار عامر، كرار الكرة بمنتصف ملعب المباراة لمحمد، يحاول ابو حشيش ان يلعب الكرة باتجاه ابراهيم سعادة، لا بل يعيد الكرة الى كرار عامر، من كرار عامر وبنقلة وصلت الان عند اللاعب علي محسن وحسين زياد بالملاصقة الفردية بوسط الملعب. يونس حاول، يونس غني، لكن هنا يونس حمود يخطف الكرة من الاثنين ويحاول ان يقودها الى الامام بينما تنقطع وتعود مرة اخرى عند المدافع بلقطة بوسط الملعب. هنا هولوفاق تقدم ابراهيم سعادة، مر بالكرة من ابراهيم سعادة عند اللاعب عمر متباس، وعادت الكرة بأقدام الحارس جعفر شنيشل، طويلة يا جعفر شنيشل، والكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. نعم تأتي صافرة حكم المباراة لكي تعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل سلبا من دون أهداف. شوط أول رائع، فيه الندية حاضرة، فيه الإثارة، فيه التسديدات، فيه المهارة، فيه كل شيء حضر إلا الأهداف كانت غائبة. أحبتي نعم سأعود معكم ونكمل مجريات الشوط الثاني وننتظر تكتيك المدربين في الشوط الثاني أكيد بعد الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين. اللاعب علاء الدين الدولي، ومن هناك يودع دحام ابراهيم بهدف التعادل.
كرة اللعب خطيرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة محاولة، فرصة جول، جول أول يأتي في المباراة. الله 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 الله. كنت أتحدث عن جاهزية نوروز وعن أسماء نوروز. الآن يسجل أبناء سليمانية هدف أول يقص شريط الأهداف بهذه اللحظات لمصلحة نادي نوروز. جول يأتي لمصلحة أبناء سليمانية. راستوكو فريق يسجل بهذه اللحظات هدف لمصلحة نادي نوروز في الدقيقة 60 بعد ساعة مرت من عمر هذا اللقاء. هذه الكرة العرضية وراستوكو فريقه على تسديدة قوية وسكنها في شباك مرمى نادي النجف. لاحظ هذه الكرة وهنا التسديدة لراستوكو، وبكرة كانت قريبة على حارس المرمى ليسجل نادي نوروز الهدف الأول. يقص شريط الأهداف أبناء سليمانية. خطيرة لمصلحة نادي النجف، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بالراس، هذه خطيرة محاولة جول. الله 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 الله. عادت الغزلان إلى صولاتها المعهودة. يسجل رضا فاضل بهذه اللحظات. الله الله الله. النجف يبحث عن هدف، جاء الهدف لنادي النجف. الله على كرة عرضية، والله على كرة جميلة. وهنا رضا فاضل يسجل، يعدل النتيجة، يدون الآن بهذه اللحظات هدف التعادل. 1-1 ولا واحد أفضل من واحد. يسجل النجف هدف التعادل. أيمن لوي بمواجهة جومان أحمد. أيمن يتقدم. عاد النجف، عادت غزلان البادية إلى صولاتها. سجل النادي النجف الهدف الثاني. جول ثاني يأتي الآن لمصلحة نادي النجف. فرحة كل جمهور النجف في المدرجات وكل من يتابع المباراة خلف الشاشات. هدف بهذه اللحظات يأتي الآن لمصلحة نادي النجف. الحارس في جهة والكرة في جهة. يسجل النجف ويقلب النتيجة. ليونيل أتيبة الأسد الكاميروني والتركيز العالي أمام الشاب الموهوب ليث ساجد. ليونيل أتيبة، الله، هدف أول للقيثارة، هدف أول للشرطة. عزفت القيثارة وصلحت الأوتار على أنغام المجد، وهدف أول من علامة الجزاء. الأخضر هنا، القيثارة هنا، وجماهير الشرطة على المدرجات. تنتشر الأفراح بأقدام ليونيل أتيبة، بأقدام الكاميروني ليونيل أتيبة. شوف بالإعادة كان قريب ليث ساجد رغم أنه تقدم بالكرة الماضية، لكن هدف سجل بالنسبة للشرطة. إذن الشرطة هدف، القرملة شيء. بداية قوية خضراء بأراضي أو بأرضية ملعب الجولان. هدف أول بهذه اللحظات. ما هي ردة الفعل لصقور الغربية؟ لنشاهد ما هي ردة الفعل لصقور الغربية. ليونيل أتيبة. لنشاهد الآن أيمن حسين على التنفيذ بانتظار الصافرة. أيمن حسين والقرمة، صقور الغربية. أيمن، الله 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 الله. حلقت صقور الغربية، حلقت القرمة. يقدمون واجب الضيافة للقيثارة وهدف التعادل بأقدام المونديالي. أيمن حسين يصل لهدفه التاسع هذا الموسم، ونعم هدف التعادل بهذه اللحظات. الله 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 الله. نعم أيمن حسين هو أيمن المونديالي لم يكتفي بالتسجيل على بوليفيا، فهذا اللاعب يسجل في كل مكان وزمان. من أهدى الفرحة للملايين لن يقصر بنشر الأفراح لأهالي الأنبار. التعادل الآن داخل منطقة الجزاء. ديالا البرتقالي
ممكن يفعلها فيما تبقى من ثواني. الله 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 الله، ما أروعك ما أروعك يا عياد يا عبد فرحان. الله الآن جمهور ديانا فرحان، أي تسديدة قوية، أي هدف جميل. الله الله على عياد عبد فرحان، يطلق صاروخ 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 من عياد عبد فرحان، يسكنها في شباك مرمى النفط في الزاوية الصعبة جدا على حارس حسين العتولي. لاحظ الانطلاقة من كولن دومباري اللي هياها إلى مقتدى، اللي مر من أمام اللاعب سامسون دير ومقتدى عمل ممتاز من مقتدى حسن اللي هياها لعياد عبد فرحان اللي سدد بقوة. عياد عبد فرحان ليسكنها في شباك النفط، يسجل أول أهداف اللقاء. الله الله على هدف جميل، الله على هدف رائع لفريق ديالا وعن طريق عياد عبد فرحان، وهو رابع أهدافه خلال هذا الموسم بعد ما سجل في مرمى أربيل، وهدفين على فريق نادي القاسم. الآن يأتي ويسجل في مرمى النفط واحد من أجمل أهداف هذه الجولة. الآن عياد عبد فرحان يضع فريق نادي ديالا بهدف التقدم على نادي النفط. بينما هنا همام طارق على التنفيذ لركلة ركنية، بينما خطير. الله الله الله، مارلين الأوزبكي هز الشباك. شوبانوف يتقدم بأول أهداف المباراة بالنسبة لنادي أربيل. هولير الإمبراطور يتقدم في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول. هكذا إذن فرحة الأنصار من على المدرجات في الدقيقة 42. شوف الكرة الأولى اللي كانت بالقائم، بعد ذلك تابع الكرة بهذا الإصرار الكبير الأوزبكي مارلين شوبانوف يسجل بالكرة الماضية، وبالتالي مارلين ثاني أهدافه بهذا الموسم، وثاني أهدافه على التوالي بعد ما سجل في المباراة الماضية في مرمى النفط. يسجل اليوم ويفتتح باب التسجيل نادي القاسم. الخطأ والركلة الحرة المباشرة، الكرة تنفذ عالية داخل منطقة الجزاء، تبعد خطيرة. أوه. جول ثاني، هدف ثاني لأربيل، هدف ثاني. تيمي روف الأوزبكي هداف دورينا يظهر من خلال اللقطة الماضية ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة. أوزبكي آخر يظهر لنا من خلال هذا اللقاء بعد الظهور الأول اللي كان لمارلين بتسجيله للهدف الأول. هنا يظهر تيميروف أو مارلين هذه الكرة، وبالتالي عادت لمارلين. اي نعم مارلين هو من اضاف الهدف الثاني للمرة الثانية. مارلين يسجل الأوزبكي بهذا اللقاء. مارلين شوبانوف مدافع نادي أربيل، شوف الكرة التي تابعها وكان فيها إبعاد من حارس المرمى، ولكن الإبعاد ما كان قوي، وهنا الصورة كانت واضحة على جد. محمد مهدي بمحاولة خطوات خطيرة 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 خطيرة. أول للزوراء. ما كان المهاجم ولم يكن لاعب الوسط وإنما المدافع. سجاد للنوارس سجاد محمد مهدي، والخطأ الدفاعي، وبالتالي يتقدم الزوراء بهدف عن طريق سجاد محمد مهدي. هدف أول للزوراء، هدف للنوارس. لاحظ هو من بدأ القصة ومن أنهى القصة. لاحظ مع
عامر جاموس. بهدوء، ما احتاج للقوة، ما احتاج للقوة. سجاد محمد مهدي يهدي الزوراء الهدف الأول بمرمى فريق الكرخ. الطلبة حسن عبد الكريم، الله يا حسن عبد الكريم بالمكان السليم. الله 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 الله، عالمي، هدف جميل، يسارية قوية جدا جدا جدا. ثاني 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 للنوارس، ومعروف المدارس باسم النوارس. خلصها خلصها حسن عبد الكريم. الله الله الله، يسارية في الشباك الكرخية، زورائية زورائية، وبالتالي هدف ثاني للزوراء. زوراء خلاص 54 نقطة. أربعة 54 نقطة للزوراء، يتساوى مع الطلبة. أو لم يشترك لغاية الآن. هيران عالية، ثالث 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 لمراد. مراد محمد البديل بهدف جميل. ثالث 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 عن طريق مراد محمد البديل الناجح للنوارس ثلاثية زورائية في الشباك الكرخي. 3-0 والأسى واضح. ل3-0 متى كانت أول مرة للزوراء؟ بال95. لاحظ هذه اللقطة، انطلاقة من هيران أزاد ومراد محمد. من هيران لمراد 3-0 أول مرة للزوراء على الكرخ كانت في ال95. حسام فوزي هدفين الباشا وعدنان أبو سعدي. مباراة خلاص 3-0 54.
اهلا ومرحبا بكم من جديد احبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكه الاعلام العراقي. بعد ما تركنا الشوط الاول ينتهي بالتعادل سلبا من دون اهداف، اتينا لمجريات الشوط الثاني، شوط المدربين، شوط التكتيك، شوط الحلول الفنيه. فما هي الخطه التي رسمها المدرب عصام حمد، وما هي خطه المدرب ايمن الحكيم لمجريات الشوط الثاني من هذا اللقاء، وكذلك صافره حكم المباراه الكابتن علي احمد شاكر تعلن عن انطلاق الشوط الثاني من هذا اللقاء. كذلك يساعده الدولي كرار عباس الحكم المساعد الاول، بينما الحكم المساعد الثاني حسين علي مبدر، حكم رابع حامد علي، بينما هنالك بغرفة الفار الدولي محمد سلمان، اي فار ياسر هاشم، مقيم الحكام محمد صاحب، مشرف المباراة علي جابر. من خلال هذا اللقاء يونس محمود يشكو لحكم المباراة بعد التدخل باللقطة الماضية. تابع الآن الكرة بأقدام اللاعب كرار، هنالك بعد الانتشار باللقطة الماضية لا زلنا نترقب ونشاهد بعد ما مضت الكرة الآن بالتقدم، والكرة تصل مرة أخرى. هنالك أيضا محاولة عدت بمنتصف ملعب المباراة أيضا بعد خروج كذلك اللاعب نعم مؤمل واشراك اللاعب حسن علي بري، لكن هذه بعد ما وصلت هنا بهذا التقدم مرة أخرى. شاهد الكرة بمنتصف ملعب المباراة، عدت ومستمرة حتى هذه اللحظات. نشاهد أخرى هنا الكرة تعود، عاد للقطة الماضية أيضا بعد ما غادر اللاعب عبد الإله وأشرك اللاعب أموري فيصل بالشوط الثاني، وايضا اشرك هذا اللاعب مصطفى الرميض بدلا من مؤمل راشد، وايضا بعد ما غادر مؤمل راشد عفوا واشرك اللاعب علي حسن علي، وايضا مجتبى غادر، ومصطفى الرميض هو من اشرك في الشوط الثاني. هذه تغييرات لنادي الكرخ. تابع الان، عدت هنالك الكرة لمصلحة القرمة، لا شيء للقرمة ولا شيء للكرخ حتى هذه اللحظات. القرمة يسعى لتحقيق 3 نقاط ليصبح برصيده 54 نقطة، بينما هنا يسعى للنقطة 48 من خلال مباراة اليوم. نادي الكرخ أمام نادي القرمة في مواجهة مثيرة، بينما التعادل لا زال مستمر ما بين الفريقين. من خلال مباراة اليوم أموري فيصل بعد الاشتراك في الشوط الثاني في هذه المباراة، هذه عادت هنالك بمحاولة أخرى. تابع وتصل بمنتصف الملعب، محاولة المرور، هنا التقدم، هنا العبور عند اللاعب حسين زياد، تدخل حسين زياد وبعد ما وصلت اللقطة الماضية. هذه بعد أن عادت لا زلنا نتابع، لا زلنا نشاهد، هنا التقدم، هنا المرور، هنا الوصول، هنا العبور بهذه اللحظات، لكن هنا من يتدخل إليون وهنالك جوزيف، والإبعاد عاد من جوزيف بهذه اللقطة، أبعدت يا جوزيف، وصلت بهذه المحاولة حتى هذه اللحظات. نشاهد من يصل أولا ومن يسجل الهدف أولا في هذه المباراة. هم يطمحون للوصول وتسجيل هدف أول من خلال هذه المباراة. عادت هنالك بنقلة وتصل الابعاد حاضر بالكرة الماضية. لا زالت الأمور مستمرة، تبادل الهجمات في هذا اللقاء من أجل الوصول وتحقيق هدف أول. هذا صهيب رعد، وبعد الاشتراك كان هنالك من اللاعب ابراهيم سعادة باللقطة الماضية بعد ما غادرت أرضية الملعب. كما ذكرنا أحبتي 3 مباريات انطلقت بنفس التوقيت، هنا القرمة والكرخ والطلبة بمواجهة نوروز، الزوراء بمواجهة الديالى. انتهى الشوط الأول لمباراة الطلبة ونوروز بتقدم الطلبة بهدف مقابل لا شيء، والزوراء انتهى شوطها الأول أمام ديالى بتقدم الزوراء بهدفين مقابل لا شيء، بينما شوطنا الأول الذي انتهى بالتعادل من دون أهداف. ودخلنا معطيات ومجريات الشوط الثاني من خلال هذه المباراة. هنا المرور، التقدم، عادت، انقطعت، هنالك نقلة من جديد ومحاولة أخرى بوسط الملعب من يونس كوفي، تقدم مر وبتصويبة قوية يا محمد خالد يا كوفي، وصلت للحارس ليث ساجد.
ليث الذي يتألق مع فريقه مع القرمة، والكرة وصلت. هنالك نقلة طويلة للأمام تصل الارتقاء حتى عادت هنا تحت أقدام حسن علي. من حسن علي برهي يلعبها حسن علي الكرة الماضية وعادت مرة أخرى. شاهد هنا الوصول، لا زالت بأقدام صهيب يلعبها هنالك مجتبى، حاول تأتي العرضية والكرة بالراس يا مجتبى باللقطة الماضية. تابع، لا زالت هنا المحاولة مستمرة حتى الآن. تصل لكوفي، يحاول التقدم مصطفى رميض من هذه الجهة من مصطفى، لكن عاد الكرة الآن بوسط ملعب المباراة. يونس غني من يونس، انتشار إليون فاي، إليون يعيد الكرة إلى جوزيف، جوزيف بافو من جوزيف إلى حسن، حسن علي يعيد الكرة حسن علي، من حسن علي برهي هنالك بأقدام اللاعب إليون ثاي، أعاد الكرة إلى جعفر شتيشل، جعفر يلعبها مرة أخرى لحسن علي، حسن التراجع من حسن يلعبها إلى الحارس، والحارس بنقلة طويلة جعفر شتيشل، كرة براس لحسين زياد، تقدم الآن يونس حمود، هل يحاول بهذه الكرة يونس حمود يعطي الكرة إلى حسين، هل يسدد من هذا المكان؟ وين يا حسين زياد؟ وين؟ إلى خارج أرضية الملعب يا حسين زياد. ليست بهذه الطريقة تنفذ هذه الكرة، كنت تواجه المرمى أو كان على الأقل التقدم بخطوة خطوتين للأمام وتسديد الكرة. هذا الأسيست من هذا المكان نفذت برأسية، ومنها يونس حمود لعبها بذكاء بدهاء لهذا اللاعب، لكن حسين زياد لن يستغل تلك الفرصة وسدد من مكان بعيد، ومن ثم غادرت أرضية الملعب. هذه عادت بوسط ملعب المباراة مرة أخرى عند اللاعب إبراهيم، حتى عادت مرة أخرى سعادة التقدم، هل يمررها هناك باتجاه اللاعب عمر تقدم، عمر مجباس تصل الآن، لكن وين انقطعت. عادت مرة أخرى نقلة هذه سريعة وصلت وبأقدام يونس تقدم من يونس، نقلة سريعة الآن ممكن أن تكون كوفي مر بالكرة يا محمد، هو يحاول بصهيب، هذا صهيب رعد وكوفي أمامه، تصويبة خطيرة لا زالت، وهنا المحاولة يأتي من الخلف ويأتي الإبعاد، يأتي الإنقاذ، تتخلص الكرة وتعود، والتقدم الآن لمصلحة أموري فيصل، يلعب كرة طويلة هناك باتجاه مؤمل عبد الرضا، مؤمل ويتقدم أمامه هلوفاق، بينما يأتي لؤي العاني إلى هلوفاق، تقدم هلوفاق، الله يا هلوفاق، هنالك راية وهلوفاق وراية المساعد حسين علي باللقطة الماضية. هلوفاق كان متسلل، شوفها بالإعادة بعد ما تقدم وبعد تلك التمريرة كان باللقطة الماضية. هذا هو عصام حمد، ولكن المساعد ترك عند استلام الكرة، والراية كانت حاضرة والتسلل على اللاعب هلوفاق بهذه اللقطة. شاهد تقدم هلوفاق، لكن هلو كان متسللا وحاول الوصول، إذا لا وجود لهدف باللقطة الماضية، بل التسلل كان حاضرا. هذه تلعب الآن وبطريقة نعم ما غادرت أرضية الملعب وابعدت. السلام يا عمر، تابع كل شيء مستمر. حكم المباراة علي أحمد شاكر، هذه الإعادة للقطة التي نفذت. نعم كان أمام اللاعب، نعم كانوا الاثنين متسللين، اللاعب أموري وكذلك هلوفاق. هذه بعد ما عادت خروج للحارس جعفر شتيشل، جعفر شتيشل يا جعفر، ينتظر جعفر، لا شيء حتى الآن للكرخ ولا شيء للقرمة. التعادل مستمر بهذه المباراة أحبتي. فما الخطة التي رسمها المدرب أيمن الحكيم، وما كانت خطة المدرب للشوط الثاني من قبل الكابتن عصام حمد؟ كرة بالراس، هنا الارتقاء، وصلت لأحضان الحارس ليث ساجد، ليث ساجد يا ليث حارس الشاب. نعم أبدع الاثنين من الحراس في الشوط الأول من المباراة. هذه بأقدام أموري فيصل، أموري نقلة من أموري، إبراهيم سعادة من إبراهيم انقطعت، هنا المرور صهيب عدت بهذا المرور، محاولة لكن هنالك ابعاد، يأتي
تنقطع الكرة من محمد الباقر وعادت عند مؤمل بهجمة مرتدة لنادي القرمة وعادت ليون فاي. وهنا الخطأ والبطاقة الصفراء على اللاعب هيليون بالتدخل باللقطة الماضية. البطاقة الصفراء كانت حاضرة. نعم بطاقة صفراء تشهر من حكم المباراة علي أحمد شاكر كما ذكرت. نعم باللقطة الماضية هذا الدخول كان من مشتبه له، مشتبه بهذه اللقطة، إعاقة كانت واضحة وبطاقة صفراء على اللاعب مشتبه لم تكن على اللاعب اليوم فاي عفوا بتلك اللقطة الماضية على اللاعب مشتبه. صالح هو من تلقى البطاقة الصفراء. هذه وصلت لمنتصف في ملعب المباراة عند اللاعب علي محسن. يا محمد باقر أم لكرار عامر من كرار أموري فيصل. تلعب يا أموري لعمر وانقطعت مصطفى رميض. عدى مصطفى مر بالكرة مصطفى رميض ليونس غني. يونس بيقدام حسين زياد من حسين بالوسط. وين يا محمد خالد كوفي مرت الكرة يا كوفي وهنا تأتي العرضية. شوفي يا عيني شوفي من محمد خالد كوفي يا كوفي ويا يونس بعد الارتقاء من اللقطة الماضية. نظرات الكابتن زاهر ميداني واحد نعم من الأسماء الرائعة التي لعبت في دورينا لسنين طويلة للاعب زاهر ميداني. هذه بعد ما عدت نعم شاهد الإعادة والارتقاء وراسية اللاعب يونس حمود هداف الفريق. يونس حمود ب 11 هدف هذا الموسم مع نادي الكرخ ويحاول أن يصل للهدف الثاني عشر لحساب الشخصي وأن يسجل لفريقه. هذه الكرة عند اللاعب أموري فيصل. نقلة بالوسط عادت من أموري. هنالك انتشار إبراهيم سعادة لكرار عامر. ملعوبة طويلة من كرار باتجاه اللاعب أبو حشيش. محمد أبو حشيش يحاول التقدم مر بالكرة على اللاعب مصطفى رميض وهنا تأتي النقلة والعرضية لكن مجتبى أبعدها. مجتبى خلصها. مجتبى أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تبادل الهجمات حتى في الشوط الثاني. انتشار بنفس الاسلوب بنفس التكتيك بنفس المحاولات بنفس نعم النقلات متبادلة وتغييرات في الشوط الثاني كانت للكابتن عصام وللكابتن أيمن الحكيم. لكن حتى بهذه التغييرات لن تتغير المباراة. هنا أيضا تغيير آخر بالمباراة. عمر يغادر أرضية الملعب ولؤي العاني أيضا يغادر أرضية الملعب. تغييرين يشرك الآن بهذه اللحظات. هنا الكابتن هذا هو البرازيلي وكذلك الطاجيكي. هذه عدت بعد هذه الكرة التي وصلت وهنا بهجمة صهيب برعد يتقدم من صهيب المرور بمحاولة العبور بتمريرة خطيرة كوفي مر ولكن هنا ليث يخرج كالليث يزهر. ليث يتألق وينقذ هذا الانفراد ويحرم الكرخ من هدف أول. بعد ما أيضا هنالك كانت تغييرات. عمر الذي غادر أرضية الملعب ولؤي العاني. شاهد هذه الإعادة للكرة التي عدت والتقدم الذي كان بهذه الطريقة. لكن ليث خرج كالليث مسرعا لينقذ مرمى فريقه بالكرة خطيرة كانت من اللاعب كوفي وكانت هنالك أيضا مطالبة بعد ما أشرك أيضا اللاعب شاروم سانوف الطاجيكي وأيضا البرازيلي تيجودي لينكو البرازيلي تايجودي. هذه وصلت بعد التغييرات. هل تتغير الأمور الآن؟ هذه وصلت شهرم بنقلة لن تصل لكن الإبعاد بتلك الراسية وصلت هنا الآن بمنتصف ملعب المباراة. تغييرات المدرب والهنا الكرة عدت إلى أمور فيصل يحاول نقلة سريعة عند البدال. خطيرة كانت باللقطة الماضية. شهرم
كاد أن يضعها في المرمى بتلك التصويبة بمقصية من اللاعب البديل، وكادت أن تزور الشباك لكنها انقطعت وارتدت حتى عادت مرة أخرى الإبعاد تتخلص باللقطة الماضية. نتابع هنا بدأت الخطورة أكثر بعد التغييرات المدرب عصام حمد في الشوط الثاني، كرار عامر وتراجع واضح لدفاعات نادي الكرخ بمنع الضغط. هنا المرور، هنا المحاولة، الله كادت أن تكون في المرمى ولكنها يا مؤمل هذه المرة في الشباك الخارجية، غادرت أرضية الملعب. هنا كانت خطيرة من الخطير مؤمل بهذه اللقطة، شاهد هو عد ولكنها غادرت أرضية الملعب. مؤمل سدد والكرة في الشباك الخارجية والشباك الجانبية باللقطة الماضية. كان هنالك أمام تايجو هذه المقصية البرازيلي تايجو دي ليونكو بعد اللقطة التي أبعدت تألق فيها الحارس جعفر شنيشل. نعم حتى هذه اللحظات وهنا تستمر المعطيات بعد ما عدت تلك الكرة. وهذا هو شهرم اللاعب البديل الذي اشترك منذ لحظات ولا زلنا نتابع. هذا تايجو دي البرازيلي. تغييرات استمرت في الشوط الثاني، فهل تتغير نتيجة المباراة؟ سلامة اللاعب، سلامة يا محمد كوفي. هناك دخول كان من اللاعب مؤمل عبد الرضا مع اللاعب محمد خالد كوفي باللقطة الماضية. كل شيء يمضي بهذه المباراة أحبتي، والتعادل مستمر ما بين الفريقين، لا شيء لنادي الكرخ ولا شيء لنادي القرمة حتى هذه اللحظات. وصلت الكرة والتقدم نعم مستمر ما بين الفريقين، لكن لن يكون التقدم بالاهداف حتى هذه اللحظات. هنا من يسعى للوصول وان يزور الشباك اولا وان يسجل الاهداف بهذه المباراة. هنالك عدت، هنالك نقلة وصلت ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظات، هي تستمر. والعطاء في هذه المباراة كما ذكرت نادي القرمة ب51 نقطة، هذا في حال إذا حقق النقاط الثلاثة سيرتفع رصيده للنقطة بالفعل 54، ومن الممكن أن يحتل المركز السادس ويبقى في مكانه، فهو بالمركز السادس لكن يرتفع رصيده إلى 3 نقاط إضافية توجيهات المدرب عصام حمد، ويكون في المركز السادس ب 54 نقطة، بينما نادي الكرخ الذي يسعى لتحقيق النقاط الثلاثة من خلال هذه المباراة لكي يضاعف رصيده للنقطة 48 يحتل المركز السابع بسلم الترديد. هذا ما يريد الفريقين من خلال مباراة اليوم، وتصل هنالك الكرة بعد ما غادرت أرضية الملعب. الإبعاد كان حاضر باللقطة الماضية، تشتيت لتلك المحاولات يحاولون الوصول من خلالها، لكن دائما ما تجد التحضير من الدفاعات والإبعاد يكون حاضر. هذه الكرة وصلت أموري فيصل، تقدم بتصويبة أموري والكرة إلى خارج أرضية الملعب. يا أموري فيصل أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، أو ضاعت بعد التسديدة عفوا إلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرة غادرت أرضية الملعب يا أموري فيصل بهذه التصويبة، سدد أموري لكنها مرت بعيدة على مرمى الحارس جعفر شنيش. هذا هو أموري فيصل القادم من الكهرباء ولاعب منتخبنا الأولمبي، واحد من اللاعبين المميزين. سقوط أحد اللاعبين سلامة اللاعب. الموسم الماضي شاهدنا فريق القرمة قدم معطيات رائعة في الموسم الماضي حتى تمكن أيضا من احتلال المركز الثامن بسلم الترتيب، بينما نادي الكرخ الموسم الماضي كان في المركز الرابع 10
نتحدث عن القرمة الموسم الماضي بعد ما خاض 38 مباراة تمكن من الانتصار ب 15 مباراة وتعادل ب 11 مباراة وخسر ب 12 مباراة. ايضا سجل 43 هدف واستقبل الشباك 35 هدف وكان برصيده 56 نقطة. هذا الموسم اختلف تماما بالنسبة لنادي القرمة، فهو الآن في المركز السادس وبرصيد 51 نقطة. نعم حتى هذه اللحظات ب 14 انتصار حتى الجولة 29 وب9 تعادلات و6 خسارات، بينما نادي الكرخ بذلك الموسم، نتحدث عن موسم بالفعل 25 26 موسم 24 25 الكرخ كان في المركز الرابع عشر، فاز ب 12 مباراة وتعادل ب10، بينما خسر 16 مباراة وكان برصيده 46 نقطة. شاهدنا توجيهات المدرب أيمن الحكيم من مدرجات ملعب الكابتن الراحل شرار حيدر. هنا المحاولة عادت تنقطع لكن لا زالت مستمرة بهذا التقدم، مؤمل بخطورة هذا اللاعب من مؤمل تلعب هنالك، لا زالت مستمرة برأسية أبعدت الكرة هنا من حسن علي، أبعدها والتقدم مرة أخرى من صهيب، لكن الإبعاد حاضر بوسط ملعب المباراة هذه المرة عند أمولي فيصل من أمولي فيصل، وتستمر بأقدام مؤمل عبد الرضا، ملعوبة الكرة الارتقاء بالراس من حسن علي، يعيد الكرة إلى الحارس جعفر شنيشل. يا جعفر وصلت إلى جعفر شنيشل باللقطة الماضية. تغيير آخر على ما يبدو محمد خالد كوفي هو الذي سيغادر أرضية الملعب. نعم، ومامادو سورو الإيفواري هو من سيشترك الآن. كوت إيفواري مامادو سورو سيكون البديل عن اللاعب محمد خالد كوفي، لكن هنا محاولة الوصول للكرة من اللاعب أموري فيصل، يلعبها أموري وبنقلة تلعب الآن بعرضية كانت من اللاعب شهروم نفذها الطاجيكي، وهنا الخطورة لا زالت مؤمل بمحاولاته، لكن هنالك خطأ على اللاعب إليون فاي، خطأ لمصلحة اللاعب مؤمل عبد الرضا باللقطة الماضية بعد اشتراك اللاعب إليون فاي بهذه اللحظات. شاهد كان دخول اللاعب إليون فاي مع اللاعب مؤمل، وأيضا صافرة حكم المباراة كانت حاضرة والخطأ كان على اللاعب بالفعل. هنا مامادو سورو يشترك الآن بدلا من اللاعب محمد خالد كوفي الذي غادر أرضية الملعب. كوفي غادر أرضية الملعب وكرة ثابتة بمكان خطير لمصلحة نادي القرمة. القرمة يريدون الوصول، يريدون التقدم. صقور الغربية تريد أن تحلق بالعاصمة وتعود إلى الأنبار ب3 نقاط، بينما الكناري يرفض كل هذه الأمور ويريد أن يغرد بالعاصمة بألحانه وتغريداته الجميلة. كرة بالراس والإبعاد حاضر، كرار عامر بهذا الارتقاء، والكرة بعد ما طالت إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو حسن علي، وهذه الإعادة بعد ارتقاء اللاعب ورأسية اللاعب كرار عامر التي غادرت أرضية الملعب. حتى هذه اللحظات كل شيء مستمر، انتشار تبادل الهجمات، شاهدنا تغييرات للمدربين وأيضا شاهدنا تكنيك اللاعبين، شاهدنا كل شيء في المباراة، لكن الأهداف لن نشاهدها في هذه المباراة حتى الآن. هنالك وصلت تمريرة مامادو، جول لا يا مامادو سورو البديل بدأ بالتهديد عند نزول الخطير الأسمراني مامادو سورو. نعم، يريد أن يبعث السرور مامادو سورو إلى الكرخيون، ولكن وين يا مامادو سورو؟ مضت وعادت إلى خارج أرضية الملعب. مامادو سورو كاد وكان قريبا من الوصول إلى مرمى ليث ساجد ليعلن عن الهدف الأول، بل غادرت أرضية الملعب وتعود مرة أخرى. الكرة غادرت أرضية الملعب بعد الإبعاد. خلفاء بوسط الملعب، إبراهيم سعادة يتقدم، نقلة باتجاه اللاعب أبو حشيش
من ابو حشيش، عادت لي اموري فيصل، اموري يلعبها الان، اموري يحاول هنالك بنقله والابعاد ياتي بالراس، تتخلص من اللاعب حسن، لكن هنا يونس غني يلعبها باتجاه اللاعب مامادو سورو، مامادو يتقدم وهنا محمد الباقر يتدخل والابعاد الى خارج ارضيه الملعب. الكره ابعدت واصطدت بمامادو سورو وغادرت ارضيه الملعب. بعد ان غادرت ارضيه الملعب تياغو دي بعد ان وصلت مره اخرى، هذه تصل هنا المحاولة خطيرة بالتصويبة إلى خارج أرضية الملعب، ضاعت مرة أخرى، ضاعت يا لينكو البرازيلي يا سامبو يا غودي لينكو باللقطة الماضية. هذا هو اليونكو، حاول لكن بعد تلك التصويبة من اللاعب اليونكو البرازيلي الذي أراد الوصول والتسجيل هدف، ولكنها غادرت أرضية الملعب. وصلت عند المدافع كرار عامر، من كرار تعود بمنتصف الملعب، شاهد الانتشار مؤمل، لكن تعود مرة أخرى علي محسن يلعبها لإبراهيم سعادة لمؤمل عبد الرضا بتمريره، هنا التقدم يحاول الآن، هل يستطيع العودة بهذه الكرة من أموري فيصل بعد ما عاد بتلك الكرة إلى شهروم، ولكن وين هنا المطالبة بينما جوزيف يعيد الكرة الآن، وبعد هذا التدخل محمد أبو حشيش يلعبها من إبراهيم سعادة إلى أموري فيصل أعادها إلى محمد الباقر يتوغل ويعيدها إلى كرار عامر، من كرار إبراهيم سعادة بهذا الانتشار لكتيبة صقور الغربية، وهنا الكرة من مؤمل تلعب بأقدام إبراهيم سعادة إلى مؤمل، هل يجلب السعادة للقرمة لكن حسن، وتبعت هنالك من صهيب رعد الآن بناء هجمة لمصلحة الكرخ، يتقدم بهذه المحاولة نقلة طويلة باتجاه يونس حمود هل يعدي على كرار التقدم والمطالبة باللقطة الماضية من اللاعب يونس حمود بعد تدخل اللاعب كرار عامر بهذه اللقطة، شاهد كرار ويونس حمود، هل كانت هنالك عرقلة؟ هل كان هنالك دفع واضح من اللاعب كرار حمود باللقطة الماضية؟ كرار عامر مع اللاعب يونس حمود عفوا في تلك اللقطة أم حكم المباراة، وهذه أيضا الإعادة للقطة اللاعب البرازيلي سقوطه، كانت هنالك ايضا مطالبه من الكابتن عصام حمد، لكن حكم المباراه في الحالتين طلب استمراريه اللعب ولا وجود لتدخل او احتساب ركله جزاء. هذه الكره عادت بالوسط، هنا الانتشار عادت مره اخرى عند اللاعب حسن علي برهي، حسن يلعبها بتمريره طويله من حسن، هنا التدخل من كرار مع اللاعب يونس حمود، يحاول ان يمنع يونس من الوصول هنالك لمرمى الحارس ليث، لكن بعد ذلك التدخل والابعاد كان حاضر. هذه تصله وسقوط اللاعب، خطا كان على اللاعب مجتبى، احذر مجتبى عندك بطاقه صفراء بعد ما اشترك مع اللاعب هلوفان باللقطه الماضيه. شاهد هذا الدخول متهور يا مجتبى وممكن ان يؤدي ببطاقه صفراء، حذاري، فلديك بطاقه صفراء، لا نريد ان نشاهد البطاقه الحمراء ان تشهر في هذه المباراه. نحذر لاعبي الفريقين من ارتكاب الاخطاء والتدخلات القويه. هذه كره سريعه، هذه خطيره عند البرازيلي، كاد ان يضعها لاعب لينكو باللقطه الماضيه. لينكو شاهد تياغو لينكو باللقطه الماضيه، هو حاول تياغو دي باللقطه الماضيه، لكن بعد تدخل اللاعب حسن وخروج الحارس جعفر لا زلنا نتابع حتى هذه اللحظات. وبعد أن وصلت سلامة حسين على ما يبدو يشكو، الوقت يمضي وكل شيء بهذه المباراة يبدأ بالعد التنازلي لمجريات الشوط الثاني. تشاهد الكابتن أيمن الحكيم
من المدرجات بتوجيهاته. نعم، لكن هنالك من يقف الكابتن زاهر ميداني يعطي التوجيهات للاعبين، وتتابع بعد أن يشرك اللاعب مامادو سورو هل تتغير الأمور لكتيبة الكرخ أم ستستمر المباراة بهذا التعادل وتكون الشراكة بنقاط المباراة. الكابتن هذا وعلي أحمد شاكر حكم المباراة، استئناف المباراة مجددا، تعود الآن إلى خارج أرضية الملعب، تبعد، وحسين زياد نعم يمنح الأذن للدخول إلى أرضية الملعب. لا شيء أحبتي للكرخ ولا شيء للضيف القرمة من خلال مباراة اليوم لحساب الجولة 30 من دوري نجوم العراق. التعادل مستمر، مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، لكن هنا في مباراة الإياب للمرحلة الثانية من الموسم 25-26 ولا زال التعادل مستمر ما بين الفريقين. من يتمكن من الوصول وزيارة الشباك وتحقيق هدف أول في المباراة أو حصد النقاط الثلاثة من خلال هذا اللقاء. هل القرمة أم الكرخ؟ بل وعادت بوسط ملعب المباراة نقلة طويلة، هذه عدت وتصل إلى أمور فيصل. أموري يحاول ولعب للكهرباء والكرخ، والكرة هنا بالراس وبعدت. ياغو حاول لكن حسن تدخل وعادت من إبراهيم سعادة للخلف. هنالك تلعب وحسن علي بهذه النقلة جميلة. الصهيب تقدم الصهيب، الاحتفاظ بالكرة تحت اقدام صهيب الى مجتبى صالح. مجتبى صالح يلعب لصهيب رعد، صهيب رعد الى مجتبى مرة اخرى، التراجع عند اللاعب مجتبى صالح، ملعوبة بوسط الملعب. يونس غني من يونس عادت لمجتبى مرة اخرى، اعاد الكرة الان عند المدافع هنالك من جوزيف، وتلعب طويلة من جعفر شتيش. جعفر والارتقاء بوسط ملعب حسين زياد، من حسين عاد علي محسن بالراس، كرار عامر حسين، وهنا ابراهيم سعاده التدخل. واغلب المحاولات بهذا الانتشار يكون الافتكاك هنالك من خط الوسط ومنعهم من الوصول، وبينما هنا الاعتماد على المهاره على السرعه من الاطراف. وتشاهد الكره انقطعت بعد هذه المحاوله بمنتصف الملعب. التقدم الان لمصلحه نادي القرمه بتمريره اللاعب مؤمل يلعبها، ونقله من مؤمل حتى وصلت بعد هذه اللحظات بعد ما عادت يا علي محسن وتعود بوسط ملعب المباراة. هنا تتهيأ بهذه الكرة لمجتبى، لكن الابعاد لن تصل الى امور فيصل، بل عادت عند اللاعب ابو حشيش، محمد ابو حشيش ومحمد الباقر. هنالك الى ابراهيم سعادة، لف ودار علي محسن، علي محسن يعيد الكرة لكرار عامر، كرار عامر يلعبها كرار الى اموري فيصل. اموري انتشار كرة بالراس وصلت، والتقدم مؤمل مرة اخرى، مؤمل عبد الرضا خطيرة لا زالت هناك الدخول، ولكن حكم المباراة يطلب استمرارية اللعب. ومجتمع يتقدم الان بهجمة مرتدة للكرخ، بمحاولة مرتدة للكرخ. هل يعدي نقلة الان عند مامادو سورو؟ هل يلعبها باتجاه يونس حمود؟ لا، بل وصلت لحسين زياد. حسين زياد محاصر، هنالك 8 إلى 7 لاعبين امام 3 بهذه الهجمه لنادي الكرخ، والمحاوله بالصهيب رعد، لكن هنا بالمتابعه مع اللاعب هلوفان. هل يمنع اللاعب صهيب ام يعدي؟ صهيب يعيد الكره الان الى مجتبى صالح، تاتي العرضيه، هنا الارتقاء وتصل الى حسين زياد قريبه. حسين يستطيع اللحاق، يعيد الكره من حسين زياد، وصلت ويونس غني. يونس يحاول التقدم من يونس غني. وين الزياده العدديه بالهجمات المرتده للكرخ، لكن الكره تترك من الحارس ليث ساجد وتغادر ارضيه الملعب. تشاهد الكرخ في الشوط الثاني اصبح يعتمد فقط على خط المقدمه، على اللاعب صهيب رعد وحسين زياد وكذلك يونس حمود وايضا اللاعب يونس غني. بعد ان يشرك اللاعب مامادو سورو كان من الممكن ان تتضاعف الزياده العدديه بالخط الهجومي، لكن تشاهد هذا الفريق نعم يهاجم ب4 لاعبين، بينما هنالك الاخرين يشغلون خط الوسط ومنع الهجمات المرتده من الوصول الى مرمى الحارس جعفر شتيشل. بينما بعد تغييرات المدرب عصام حمد زجة
ايضا ببطاقاته اللاعب تياغو لينكو، وكذلك باللاعب شهروم وأموري فيصل الذين اشتركوا في الشوط الثاني من أجل تغيير نتيجة المباراة. لكن حتى هذه اللحظات والأمور هي مستمرة بالتعادل. هذه اللقطة التي طالب فيها حكم المباراة، هذه لقطة اللاعب شهروم بعد تدخل اللاعب يونس غني، لكن الحكم كان قريب وطلب استمرارية اللعب، وأيضا لم يكن هنالك تدخل من الفار بتلك اللقطة. إذا المباراة استمرت ولا وجود لشيء، كان منع وأيضا أخذ الكرة بالقوة. هذه الكرة بعد ما وصلت مابودو، سورو يتقدم، هل يعلن عن نهاية الأمور بهدف؟ هنا التقدم، هنا الوصول، وهنا التسديدة قوية لكنها طالت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. هذا رسول أحمد الذي اشترك للتو، رسول أحمد اللاعب الذي سجل في مباراة الذهاب. تهيأت الأمور بهذه الطريقة من اللاعب مامادو سورو، وسدد رسول أحمد بتصويبة قوية لكنها في الشباك الخارجي. عادت بالوسط، هنا المحاولة، هنا التقدم، هنا المرور، هنا نقلة سريعة مؤمل، ولكن هنا الرسول يتدخل والابعاد ياتي، كرة تتخلص وحسن، هنا محمد ابو حشيش، خطورة لا زالت قائمة مستمرة في المباراة، ولكن هنالك نعم خروج الحارس، لكن حسن كان قريب من اللقطة الماضية اللي يخطف الكرة ويلعبها للامام، ارتقاء بالراس بوسط ملعب المباراه، انتشار هذه للصويب، لا بل انقطعت وعادت هنا التقدم. هلو تقدم الان، مر بهذه الكره هلو فايل، وتاتي العرضيه بنقله، ياتي اموري فيصل والكره عند مؤمل، هل يسدد من هذا المكان؟ والكره بوسط الملعب، عادت انقطعت مره اخرى. علي محسن بهذا الانتشار يحاول ان يوصل الكره الى اللاعب اموري، لكن هناك صافره وخطا، صافره حكم المباراه والخطأ باللقطة الماضية. تابع، شاهد، كل شيء مثير بندية اللقاء، كل شيء رائع بمتعة المباراة. ما ينقص المباراة البصمة الأخيرة بأن يكون هدف حاضر في اللقاء، لكن الأهداف غائبة حتى الآن عن أجواء المباراة. بهذه التصويبة قوية، نعم سدد بقوة، تصويبة رائعة، لكن جعفر شنيشل كالعادة متواجد بتصديات رائعة، يتألق، ينقذ مرمى فريقه من صاروخ تم نعم اطلاقه من مكان بعيد بهذه التسديدة القوية. شاهد هذه الإعادة، سدد بقوة إبراهيم سعادة، نعم، ولكن هنا كالعادة يمنع كرات إبراهيم سعادة جعفر شنيشل بتصدياته وبهذا الطيران. كما ذكرت منذ اللحظات الأولى، اليوم المباراة من أبدع فيها الحراس ليث ساجد جعفر شنيشل تألقوا بالكثير بالعديد من التصديات، ولا زالت حتى هذه اللحظات. سعادة ترك أرضية الملعب الآن، نشاهد بعد هذه الكرة، وهنا الارتقاء تصل عند الحارس جعفر شنيشل. يا جعفر باللقطة الماضية تابع علي مخلد بدلا من اللاعب إبراهيم سعادة بما تبقي من أحداث المباراة. هذه وصلت، بدأ الكابتن عصام حمد نعم من أجل الوصول، من أجل السيطرة على المباراة، من أجل النقاط الثلاثة لكتيبة القرمة، أو تكون لكتيبة صاحب الأرض لنادي الكرخ. هذا ما يريده نعم أيمن الحكيم، ولكن التعادل لا زال مستمر ما بين الفريقين بهذه المباراة. لا شيء للقرمة ولا شيء للكرخ. تبادل الهجمات، إبداع وتألق للحراس، تصديات رائعة. ربما أريد أن أقول اختبرنا الحراس بما فيه الكفاية وشاهدنا إبداعهم وتألقهم في هذه المباراة. الكل ينتظر، وهنا من يشاهد المباراة ينتظر أن يكون هدف، هنا من يطمح أن تكون 3 نقاط، لكن لمن وبجعبة من لا نعلم حتى الآن. لا نريد أن نسبق ما تبقي من أحداث المباراة. الكرة وصلت هنا، عدت والإبعاد، تياغو عادت مرة أخرى الكرة بالوسط، وهنالك محاولة، عادت مرة أخرى لدفاعات القرمة بمنتصف الملعب. أموري فيصل، هنالك انتشار عالي وخطأ بهذه اللحظات على اللاعب إليون فاي باللقطة الماضية. كل شيء يمضي
يونس غني سيغادر أرضية الملعب، وعلى ما يبدو أيضا سيشرك علي قاسم. علي قاسم بدلا من اللاعب يونس غني. بدأت كل التغييرات للمدربين. علي قاسم هو من سيشترك في هذه اللحظات، لكن هنا أموري يتقدم. أموري فيصل بتمريرة ونقلة سريعة تصل للابعاد. يأتي إيريون عند مامادو سورو، تراجع للخلف المهاجم، وتراجع واضح للاعبي نادي الكرخ بعد هذه اللقطة التي عدت. لكن هنا بضغط هجومي للقرمة، ومن أجل الوصول إلى مرمى الحارس جعفر شنيشل وتسجيل هدف. هذا ما يريدون صقور الغربية، لكن الكناري لا زال يحاول بأن يعتز بجماله وأن يتقدم بسلاسة. الاعتماد على الكرات المرتدة والوصول من أجل التقدم والضغط بالمباراة لتسجيل هدف. لكن هنا المحاولة خطيرة، مرت خطيرة، عدت إلى خارج أرضية الملعب، طارت. هلو فائق خطير هذا الظهير الأيمن الذي يريد الوصول دائما بمحاولاته السريعة أن يربك الدفاعات وأن يصل وأن يسجل هدف. لكن بهذه اللقطة شاهد كيف عدى، مر بالكرة الماضية وبتلك التصويبة هو سدد ومن ثم سقط. هل هنالك شيء؟ هل هنالك نعم بعد ذلك التدخل؟ مطالبة كانت من لاعبي نادي القرمة، وهل كان هنالك الدخول من المدافع مع اللاعب هلو فائق باللقطة الماضية؟ شاهد اللاعب شهروم أبدى اعتراضه بتلك اللقطة، لكن حكم المباراة يقول له ما فيها شيء يا شهروم، وبل لعبت الكرة ومن ثم كان سقوط اللاعب هلو فائق باللقطة الماضية. سلام لي اللاعب هلو فائق، كل شيء يمضي وهلو فائق لا زال يتلقى العلاج. السلام لي هلو فائق. وأحداث المباراة أحبتي كما تشاهدون مستمرة حتى الدقيقة 86 سلبا من دون أهداف. لو كان هنالك شيء أكيد لاستدعى حكم الفار، هنالك الدولي بغرفة الفار الكابتن محمد سلمان، وأيضا الأيفار ياسر هاشم، لكن ينتظر. وهنا نظرات المدرب عصام حمد لما تبقي من أحداث المباراة. هل تبقى الشراكة مستمرة في هذه المباراة؟ نقطة بجعبة كل من الكابتن أيمن الحكيم والكابتن عصام حمد. هذه جماهير القرمة الحاضرين هنا في هذه المباراة بملعب الراحل الكابتن شرار حيدر، وهم يتابعون أحداث اللقاء. في الجولة الماضية القرمة خرج بتعادل هنالك بأرض أمام الشرطة بهدف لمثله، والتعادل هنا لا زال مستمر بهذه المباراة. يونس غني بعد ما غادر أرضية الملعب، واشترك اللاعب علي قاسم مكانه، والبطاقة الصفراء على أحد إداري نادي الكرخ كانت حاضرة من حكم المباراة. نشاهد الآن بهذه اللحظات كل شيء يمضي في المباراة يا جعفر على التنفيذ. جعفر شنيشل تنفذ الآن يا جعفر. مباراة نعم مستمرة، والدقائق تمضي وتداهم ما تبقي من أحداث اللقاء، لكن لازلنا نترقب. ممكن أن يكون هنالك شيء، فالمفاجآت دائما تحدث في اللحظات الأخيرة، وأنا قلتها مرارا وتكرارا، لا يجب عليك أن تستسلم في كرة القدم لطالما هنالك وقت، ولطالما هناك ثواني متبقية، ولطالما لن تستمع لصافرة النهاية. لا يجب عليك أن تقف، قاتل حتى الرمق الأخير حتى تصل وتنال مرادك. فممكن في اللحظات الأخيرة تتغير الأمور ويكون الانتصار حاضر، بينما هنا الخطأ حاضر يا رسول أحمد. رسول الذي فعلها في مباراة الذهاب هل يفعلها بما تبقي هنا من مباراة الإياب؟ هل يفعلها ويسجل هدف أول من خلال هذا اللقاء؟ نتابع الكرة والخطأ بوسط الملعب لمصلحة الكرخ بهذه اللحظات. خطأ الآن لمصلحة نادي الكرخ، تلعب طويلة للأمام، كرة بالراس عدت وقريبة من المدافع. انتظر تلعب الآن من علي أمامية، هنا براسية أبعدت، مصطفى بعتها، رميض مامادو سورو، علي قاسم، دوران محاصر بثلاثة لاعبين
من علي قاسم ونقلة سريعة. هنا التقدم يا رسول أحمد، وهنالك شهد من يحاول أن يقطع الطريق. اللاعب علي مخلد، شهد ما بين علي مخلد ورسول أحمد. صراع على الكرة، صراع على الكرة، عادت خطيرة. يونس حمود يلعبها، ممكن أن تكون قاتلة. يا يونس حمود تلعب، ولكن أبعدت الكرة، أبعدت، والخطورة لا زالت مستمرة. هذا هو أموري فيصل يتقدم الآن بوسط ملعب المباراة من أموري فيصل، والكرة بأقدام علي لمؤمل. هنا المرور، هنا العبور، هذه المرة عند مؤمل عبد الرضا. تلعب الكرة هنالك في الجهة اليمنى، تأتي العرضية حاضرة، خطيرة، والإبعاد يأتي، تتخلص، ولا زالت الخطورة مستمرة بتصويب من علي محسن. سدد بقوة، مرت ولا زالت مستمرة، تعاد إلى الحارس. هذا هو ليث ساجد. سقوط كرار، تقدم 4 دقائق وقت إضافي لنهاية أحداث المباراة. لقاء مثير، شاهدنا الندية حاضرة في هذه المباراة. ظهر التكتيك والتكنيك، ظهر الإبداع، وظهر كل مجهوداتهم البدنية في هذا اللقاء، إلا الأهداف بقيت غائبة حتى الدقيقة 90. أما بهذه الدقائق الأربعة من ينجح، من يكتب سيناريو المباراة؟ ممكن بهذه اللحظات يتقدم مامادو سورو، يلعبها وتعود من يونس حمود، لكن مامادو سورو علي قاسم، فممكن من البدلاء حسن لرسول، يلعبها لمامادو، لف ودار بتصويبة قوية. نعم، وليث متواجد. ليث ينقذ مرمى فريقه باللقطة الماضية، فتابعه. هي عادت في وسط ملعب المباراة. شاهد هنالك عند مؤمل بالوسط، تعود يا مؤمل. أموري فيصل، من أموري فيصل بمنتصف الملعب، يلعبها انتشار، هذه المرة لعلي مخلد، وصلت لمحمد. هنا من محمد لعلي محسن، هناك لكرار، تلعب طويلة، نقلة سريعة باتجاه محمد أبو حشيش، لكن مصطفى الميض يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. إبعاد للكرة إلى خارج أرضية الملعب. شاهد كل ما يمضي بهذه المباراة ويداهم مجريات اللقاء. مستمرة المباراة. أموري تقدم، أموري خطير، أموري عد خطير، والإبعاد يأتي. الإنقاذ باللحظات الأخيرة، كادت أن تكون في المرمى في اللحظات القاتلة من المباراة، لكن الإبعاد يأتي والكرة تتخلص بتلك نعم الندية وصلابة الروح الدفاعية. كانت حاضرة، إبداع وإبعاد. لحظات تمضي، ثواني تبدأ بالعدل ما تبقي من أحداث المباراة. الدقيقة 3 من الوقت الإضافي، وكل شيء يمضي، وأموري فيصل على التنفيذ. ملعوب الكرة، دائما ما تكون اللحظات الأخيرة خطيرة، لكن هذه المرة عدت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. ذكرنا بالتوقيت ذات انطلقت 3 مباريات، وكذلك لختام الجولة 30 يوم غد سيلعب توك أمام الغراف، والقوة الجوية متصدر الترتيب يواجه أربيل، وزاخو يواجه الكهرباء في ختام الجولة 30. نتابع الآن ملعوبة بلحظات بدأت الثواني لما تبقي من أحداث المباراة تصل، وهنا تتهيأ ممكن بهذه الخطورة. عدت لنادي الكرخ، رسول حاول، إذا مر عد، وإذا عد افتعل كل شيء. الخطورة حاضرة، وهنا الرأسية، وهنا الخروج للحارس ليث ساجد، حارس القربة المتألق. وعلي محسن يتقدم، يبدأ بالهجوم بما تبقي. أموري فيصل، يا لها بالمباراة، الهجمات متبادلة، واحدة للكرخ تعود للقربة، من ثم القربة إلى الكرخ. كل شيء يحصل في المباراة، لكن الأهداف لن تأتي بل والثواني 20 ثانية أو 10 ثواني متبقية على نهاية مجريات اللقاء بوقته الإضافي، والكرة عدت. هل يتشاركونها؟ هل يتقاسمون نقاط هذه المباراة؟ وهناك صافرة حاضرة من حكم المباراة
نعم تطلق صافرة حكم المباراة وتعلن عن نهاية هذا اللقاء بالتعادل سلبا من دون أهداف. مباراة مثيرة، مباراة رائعة، حضر بهذه المباراة كل شيء إلا الأهداف لم تحضر، بل وشاهدنا إبداع اللاعبين وتألق الحراس في هذه المباراة. ليث ساجد تألق وجعفر شنيشل تألق. سيدي المباراة كان الحارسين ليث ساجد وجعفر شنيشل في مباراة مثيرة. إذن نقطة للقربة ونقطة للكرخ بهذه المباراة. شكرا للفريقين، قدما مباراة جميلة، مباراة رائعة. تقبلوا تحياتي معلق هذا اللقاء حسين الساعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.